بص بقى قله الادب. استاذه فريده الرب يباركها بتقول سمعت الفيديو ده فعلا على صفحه الخنزيز ابو ودان طويله. طبعا هي بتشتمني. على فكره اله كان عنده ودان وانت بتعبدي الودان لانها جزء من الناسوت يا استاذه، وكل اعضاء يسوع اللي قدام واللي ورا واللي تحت واللي فوق، يعني انت بتعبدي الناسوت كله. مش دي المشكله بقى. يعني اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده مسخره السنين. عشان تعرفوا ان الناس دي سفله فعلا. الاستاذه اميره تقول لها من فضلك حتى لو قدس ابونا غلط مش يصح نقول على الكهنوت خنزيس. لو سمحت بمحبه المسيح اللي تشملنا جميعا ارجوكي، هو غلط واحنا بمحبه المسيح اللي فينا نصلي له ربنا يلمس قلبه ويفوق، ده مهما كان بيشيل جسد سيدي المسيح. فالاستاذ عصام الرب يباركه بيقول لها يا اميره هي بتتكلم عن معاذ اللي اخذ الفيديو وعامل عليه 20 فيديو تحته عنوان اخطر اعتراف ارثوذكسي، اقراي تاني الكومنت. فاميره قالت لها سوري واحده امين، انا اخطات الفهم بمحبه المسيح اللي تشملنا ما نشتمش لكن معاذ لا عادي، ده نشتمه عادي، ايه المشكله؟ ده يسوع حتى نفسه هو اللي قال نفس اللفظ ده، لا تعطوا القدس للكلاء ولا تلقوا ضرركم قدام الخنازير. فعادي يا جماعه. شفتوا شفتوا الفجر في الكلام. استاذه اميره بقى انا اسفه بامانه، انا بس تعبانه شويه ولسه واخده عليها الف سلامه يا فندم. الف شكر لحضرتك، حصل خير استاذه، الف سلامه، العفو طبيعه. شوفوا قله الادب بتاعتهم. قال تقول لها بمحبه المسيح ما ينفعش تشتمي لابونا، ده بيشيل جسد الرب، بيشيل الهنا هلابيلا وبيحطه في الصينيه وناس يعملوا اسمع كلام ابوك وبياكلوا لنا في بقنا. شفتوا قله الادب. فالثانيه بتقول لها عيب لما تشتميه، فبتقول لها انا ما بشتمش ابونا، ده انا بشتم معاذ. لو كده ماشي يا حبيبتي الرب يباركك. شفتوا قله الادب بتاعت المسيحيين.